ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالوا شوفوا بقى النهارده بقى نعمل تحليه حلوه كده. انتوا عارفين بقى ان الايام اللي فاتت دي كلها ما عملتش تحليات، كان عندنا بقى كحك وبسكوت وحاجه العيد بقى. انتوا عارفين ايه ما بتغني عن الحاجات الحلوه دي. عندي كيلو لبن، وعندي 3 معالق كبار نشا، وعندي اللهم صل على النبي كوبايه سميد بسبوسه، ومعلقتين كبار كاكاو، ونص كوبايه جوز الهند، وشوكولاته. وقلت لكم اللبن ناقص السكر. هجيب بس السكر اهو. هجيب بقى حله كده، هنعمل تحليه بارده كده على السريع. انزل اللهم صل على النبي كده بنص الكيلو اللبن ده، واحط حبه كمان من دي، او اسيب النص ده الاول وانزل باللبن ده كده. نص كوبايه جوز الهند، وهنزل بالكوبايه السميد، وهنزل بنص كوبايه من السكر كده، واقلبهم كده على البارد. اخلي الفانيليا لما ينزل من على النار، هجيب بس معلقه كده واقلبهم كلهم كده على البارد، مش على السخن، على البارد كده. اولع النار بقى واحطه على النار كده، مش نار عاليه، نار تلتين كده، علشان اسوي الجوز الهند والسميد البسبوسه ده على النار. بصوا كده حطيتها على النار اهي، وقعدت اقلب فيها على البارد. بصوا كده استوت اهي زي ما انتم شايفينها كده، وقعد برده اقلب فيها لغايه ما تغلي برده. اللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك. كومنت حلو كده، ربنا يخليكم يا رب، ما نحرم منكم يا رب ابدا، داخل مصر وخارج مصر والامه العربيه كلها. ده اننا مكملين كده مع بعض. بس كده قاعده اقلب فيها. بصوا اهي شايفين كده، وبرده اقلب فيها لغايه ما تغلي. عشان ايه؟ اللبن ما تغلاش، اللبن على البارد وكل حاجه على البارد لغايه ما تستوي كده وتبقى حلوه اهي زي ما انتم شايفينها كده. التحليه دي طعمها حلو قوي، وجربوها هتعجبكم. وهنزل بالخليط اللي انا عملته ده كده فيها اهو. هلمه بس علشان ايه هو بيبقى ماسك. اسويه بقى كده، هو مسوي بعض نفسه كده اهو. وهدخله بقى ايه على فكره، يلا هدخله كده اللي صلى على النبي، هدخله كده الثلاجه على ما اعمل الطبقه الثانيه. جبت بقى الجزرونه تاني كده، وجبت نص كيلو لبن فضيته. اللهم صل على النبي ب3 معالق الكبار نشا، وهنزل بالمعلقتين الكبار كاكاو. اللهم صل على النبي. وهنزل بنص كوبايه سكر كده، وهنزل بورقه الفانيليا كله على بعضه كده، وهنزل بمكعبين 3 مكعبات كده شوكولاته. بيودي في حته تانيه الشوكولاته دي، طعم حلو زي ما انتم عارفين. هقلب برده كده على البارد، كله على البارد كده. دي برده هتدناها فيها علشان النشا. انتوا عارفين اي حاجه تبقى فيها نشا لازم انت تدني تقلبي فيه كده. هدني قلبتها كده اهي. التحليه دي بسرعه وما بتخشش بقى لا فرن ولا اي حاجه زي الفكه وكده، تعملها وانت واقفه على وش البوتاجاز. بصوا قعدت اقلب فيه كده زي ما انتم شايفينه كده. بصوا ما شاء الله. اطفي بقى النار اهو. بصوا عمل شوكولاته كده بالشوكولاته اللي انا حطيتها، ولا مكلكع ولا اي حاجه. بصوا ما شاء الله عليه اهو. يتاكل كده بالمعلقه كمان من غير اي حاجه. اخده كده دي كده من الثلاجه، وهنزل كده عليه. ألمه برضه، اجيب حاجه ألمها عشان الخساره اللي فيها ده، وسيحه كده. هو ماسك ما تخافوش، يعني هو ماسك كده اللي تحت ما بيجيش على فوق اهو. تحليه سريعه وجميله وتبقى طعمها حلو. انتوا عارفين بقى كلها لبن كده وشوكولاته حاجه.
اجيب منديل بقى او امسح اللي حواليها ده. تحمسي بس او التهي قبل ما تنشف عشان يبقى شكلها حلو. هدخلها بقى التلاجة تبرد شويه وبعدين ابقى اطلعها اقطعها واوريها. طلعتها من الفريزر اهي، جمدت. بصوا ولا بتعوز ايد ولا اي حاجه اهي زي ما انتم شايفينها كده، ولا بتميل. هي ما يسعدش قوي بس يعني ايه مسكت نفسها كده. اقطعها بقى كده. عايزه تقطعيها مكعبات قطعيها، عايزه تقطعيها مثلثات قطعيها، اللي يريحك. اهي اقطعها كده على كل مربع كده حبه. اللهم صل على النبي. حبه جوز الهند، هي معموله كده كده فيها جوز الهند يعني ما تخافيش ولا حاجه. اهي ده كده. اهي حاجه حلوه كده وحاجه ما شاء الله عليها وكلها باللبن ومغذيه. اجيب حاجه كده بقى. ما ساعدش قوي يعني ما ساعدش للدرجه اللي هي دافيه كده، حاجه بسيطه. هجيب التقطيعه دي كده اهي. كده اهي. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ تحت اللهم صل على النبي بسبوسه ومن فوق الشوكولاته اهي، والقطعه بقطعتها مع انها لسه والله العظيم لسه سخنه ما بردتش، لسه سايحه زي ما هي اهي. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده والتحليه بتاعتنا النهارده، واللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك وكومنت حلو كده. اتفضلوا اتحلوا معانا واشوف وشكم على خير ومع السلامه.